دونر كباب او كباب اسكندر، الترند الجديد من تركيا، عملناه في البيت بأبسط واسهل طريقة، والطعم خطير حكاية، لازم تجربوه، طلع احلى من بيتقدم في المطاعم. في الكبة حطيت بصلاية متوسطة الحجم مع فصين من الثوم، نعمتهم بالشكل ده. اضيف عليهم 700 جرام من اللحمة المفرومة ويكون فيها نسبة دسم، عليهم 3 معالق زبادي كبار، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، 3 معالق كبار من زيت الزيتون. أنعم كل المكونات دي مع بعض في الكبة. شكل اللحمة بعد ما عجنت المكونات كلها مع بعض بالشكل ده وامتزجت، عايزينها تكون ناعمة كده. أخدت كورة من اللحم بالشكل ده، وده كيس حراري، انا فضلت استخدمه عن ورق الزبده لان احيانا ورق الزبده ما بيكونش افضل حاجه. هحط الكرة بالشكل ده، وهجيب كيس تلاجة نضيف وفتحته من النص، هبدأ افلت بيه اللحم. عايزينه طبقة رفيعة. لما فردت اللحمة طبقة رفيعة بالشكل ده، هشيل كيس التلاجة وابدأ الفها رول. هجيب صينية نرصها فيها. لفيت بالشكل ده الدونر كباب، هحط معايا كام قرن فلفل رشهم بالزيت والملح والفلفل الاسود، كام قطعة من الطماطم، وادخلهم الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني لمدة تلت ساعة لحد ما نلاقي الدونر كباب اخد لون ذهبي، نخرجه من الفرن. ده شكل دونر كباب لما خرج من الفرن. عايزه اقول لكم ريحته خطيرة معانا بكل سهولة بالشكل ده. شايفين القطعة بتاعته عاملة ازاي؟ تحفة. علشان هو سخن عايزه اعمله شرايح رفيعة بالشكل ده، فهقطعه بعجلة البيتزا. الصوص الخطير اللي تحتيه ده هنقلبه فيه، هيديله طعم ونكهة روعة. هنقلبه في الصوص اللي نزل منه بالشكل ده عشان ياخد اللون والطعم. عشان نقدم كباب اسكندر بتاعنا او الدونر كباب، جبت عيش بكاكين بالشكل ده، قطعته مكعبات صغيرة وحمصته في الفرن. هنحط عليه صلصة معمولة بالخل والثوم والبهارات اللي ضفناها على دونر كباب بالشكل ده، شوية كمان من الصلصة. هنقدم معاه الفلفل اللي شويناه بالشكل الجميل ده، وكمان الطماطم. انزل عليه كده بطشة الزبدة الخطيرة دي، شايفين شكله وجماله خطير. ممكن كمان نعمله سندوتشات، ننزل بصوص الزبادي مع الدونر كباب مع الطماطم. عملنا الدونر كباب